السلام عليكم. استكمالا لأكلات آخر الشهر هنعمل مع بعض الكشري المصري. بس قبل ما أبدأ الفيديو عايزة أخد من وقتكم بس 30 ثانية. هسأل سؤال واللي يعرف يكتب إجابته في الكومنتات. ما هي أركان الإيمان؟ منها ناخد حسنات ومنها ننشط الذاكرة شوية. هعيد السؤال تاني، ما هي أركان الإيمان وعددهم كام يا بنات؟ هنرجع لوصفتنا. هنعمل الكشري المصري مش هياخد مننا ساعة في المطبخ. انا هستخدم نص كيلو مكرونه، كوبايتين رز، عليهم نص كوبايه شعريه، 8 كيلو عدس بجبه، و8 كيلو بليله او حمص. بليله او حمص هي نفس الحاجه يعني، عشان الناس اللي ما تعرفش البليل. هاخد العدس هنقعه قبلها بساعه في ميه. هعمله زي الرز، انا مش هسلقه. هحط على كوبايه العدس كوبايه وربع ميه وهسويه. اما يغلي هوطي عليه النار خالص، هيستوى وهطفي عليه، مش هكب منه ميه ولا فايدته هتروح في الميه. هستخدم 8 كيلو بليله هنقعها من قبلها بيوم وهسلقها. هاخد البصل واقطعه بالتقطيعه الرفيعه ديت. انا استخدمت مكنه الشيبسي، لو ما عندكيش مكنه شيبسي ممكن بالسكينه زي ما انا هعمل الحته دي كده. وهحمر البصل في زيت غزير، هحطه على النار. في نفس الوقت اللي انا بحمر فيه البصل هعلق على العدس وهعلق على ميه المكرونه علشان اسلقها. العدس لما يغلي معايا هوطي النار عليه، ولما يجي يشرب هوطي النار عليه خالص. وفي نفس الوقت علقت على البليله علشان اسلقها. الرز مش هعمله غير لما اخلص البصل، لان هستخدم البصل في تحمير الشعريه، وكمان الطماطم هستخدم الزيت في الزيت، اسفه يا جماعه، الزيت بتاع البصل في تحمير الشعريه وفي عمل صلصة الكشري. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك، ويا ريت تقولوا لي رأيكم بكل صراحة. رأيكم بيفرق معايا، بيخليني اطلع احسن ما عندي. في الوقت اللي الحاجة فيه على النار هنعمل مع بعض الشطة او شطة الزيت. هنجيب كوباية من الفلفل الحار لونه احمر مع نص كوباية مية علشان يمشي في الخلاط. على النار هحط شوية زيت حلوين، ولما الزيت يسخن هنزل بمعلقة من الصلصة عشان تدي للشطة لون حلو كده. هنا بقى هنزل بالفلفل اللي انا ضربته في الخلاط وهسيبها تتسبك، وهضيف عليها شويه شطه خشنين علشان دي يبان ان دي شطه، وشويه بابريكا تعزز اللون. وبعدين هنعمل الدقه، نص كوبايه ميه وقرن فلفل يديلها لون حلو، 5 6 فصوص توم، شويه كمون، حوالي معلقه كبيره توم. هضربهم كويس جدا في الخلاط، وهحط ربع كوبايه خل ومعلقه ملح. هضربهم في الخلاط، والدقه كده معايا مركزه، ممكن اخففها بنص كوبايه ميه كمان. بالطريقه دي مش هتاخدي ساعه في المطبخ وتعملي احلى اكله كشري، هتاكلوا وتشبعوا منها. طبق الكشري بره بيوصل في بعض الاماكن ل50 جنيه. وبكده نكون خلصنا الوصفه معانا. بس عايزه قبل ما اسيبكم اسالكم ايه رايكم في فقره سؤال وجواب؟ اكمل فيها ولا لا؟ انا عن نفسي اكمل فيها، لان الواحد في عرض حسنه يوم القيامه. وهسالكم السؤال تاني، ما هي اركان الايمان؟ مع السلامة، توحشوني لحد ما اعمل الفيديو الجاي. وهنا كنت بقدم الكشري. اشوفكم بقى تتمتعوا بالمنظر الجميل ده.